صباح الخير او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو ده. انا اسمي احمد وعندي ليكم اجابه مثلى لاصعب سؤال ممكن تسالوه في جوب انترفيو. كتير مننا بيروح يعمل جوب انترفيوز علشان بيكون في فرص موجوده احسن افضل لو بيدور على شغل. ايه اصعب سؤال ممكن تساله؟ انا عارف ان البعض بيفكر وبيقول شايف نفسك فين بعد 5 سنين. لا، مش السؤال ده. انا بتكلم على سؤال اصعب شويه. السؤال هو الاتي: تخيل كده انت او انتي قاعدين في جوب انترفيو، وبعد ما عديتوا سelection بروسيس وكان في انترفيو في الثاني في الثالث وصلتوا للفاينل، خلاص شركه الاحلام وهتشتغلوا. وبعدين سالت السؤال ده: لو انت او انتي شغالين معانا وجالكم جوب اوفر احسن، هتسيبونا وتروح للجوب اوفر ده ولا مش هتسيبونا؟ السؤال ده مش سهل اجابه، مش او لا، مش ابيض واسود. ليه؟ لان لو قلنا الاتش ار هيظن فيك او فيكي جريدي، جشع، بيدور على فرصه احسن، فلوس احسن، فبالتالي مفيش ولاء للشركه، فمش هيدوكوا الاوفر احتمال كبير. ولو قلنا لا، مش هناخد الاوفر، فده بيبقى معناها حاجتين: يا اما انت او انتي انكومبتنت، مش واثقين في نفسكم كفايه ان انتم ممكن يكون اعاده تقديركم من امبلوير اخر في السوق، وبالتالي ممكن تكونوا ما بتشتغلوش على نفسكم كفايه وعايزين اي شغلانه عشان تقعدوا فيها وتبقى كومفورت زون، او حضرتك او حضرتك منافقين بتضحك على اللي قدامكم، لان احنا كلنا بندور على التطور سواء ماديا او وظيفيا. ايه الاجابه المثلى؟ الاجابه المثلى وفقا لعده ريسورسز في الاتش ار هي كالتالي: اول حاجه هنسالها ليهم: لو جالي الاوفر ده انا هعرضه عليكم عشان اشوف اذا كنتوا تقدروا تعملوا لي سالري ريز، زياده في الراتب زي الاوفر، او تدوني اللقب الوظيفي اللي موجود في الاوفر اللي ممكن يكون اعلى من اللقب الوظيفي بتاعكم. وساعتها الاتش ار في الجوب انترفيو هيبقى قدامهم حاجتين: يقولوا لك هنديك تشيز مستبعد، او هيقولوا لك افرض ان احنا ما قدرناش نماثل الاوفر ده من ناحيه اللقب الوظيفي او السالري ريس لان بادجت كونسيرنز بلا بلا بلا، مش جاهزين لحاجه زي دي. ساعتها بتنتقل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه بقى تقول لهم ايه: طيب لو انتم مش هتقدروا تماثلوا الاوفر ده، ايه الديفلوبمنت بلان، خطه التطوير اللي انتم هتحطوها لي بحيث ان انا في فتره مثلا ليتس سي 3 ل 6 شهور اقدر اتحصل على زياده في الراتب او اللقب الوظيفي الاعلى او التالي بالنسبه لي، بحيث ان انا ابقى زي الاوفر او اماثله او اقرب منه. واللي انا قلته ده مش لوغاريتمات او اساطير. الشركات العالميه دايما بيحصل معاها كده. التالنتس اللي عندها لما بيجي لهم اوفرز وبيتكلموا، ساعات بينيجوشيت مع الاتش ار والديسيشن ميكرز او الدايركت مانجر ديفلوبمنت بلان بتوعد في نهايه المطاف انك لو حققت الكي بي ايز او اللي مطلوب منك، ايه اللي يحصل؟ يدوك البروموشن او يدوك السالري ريز اللي انت طالبت بيه. نوصل بقى هنا للنقطه الحرجه. حرجه ليه؟ علشان في اللحظه دي كده الاتش ار بيقول لك ان لو جالك اوفر احسن انا ما اقدرش اديهولك، وما اقدرش اديك ديفلوبمنت بلان توعدك ان انت ممكن تتحصل على الاوفر ده او ما يعادله عندنا. وهنا بقى احنا دخلنا في ليفل الوحش، المرحله الاخيره من الاجابه. خلينا نخش معاكم في المرحله الثالثه. ساعتها انت الاجابه هتكون كالتالي: هتقول لهم حيث ان انتوا مش هتدوني الاوفر اللي جالي ولا هتعرضوا عليا ديفلوبمنت بلان توعد ان انا لو حققت المطلوب مني ممكن اتحصل على ما يماثل الاوفر ده، يبقى ساعتها الامر هيخضع لحاجه واحده بس، الا وهي ارتياحي لبيئه العمل، ارتياحي لزملائي، ارتياحي لمديريني. وده حاجه انا مش هعرفها الا لما اكون شغال معاكم. بام! اي خدمه. لو استفدت من الفيديو ده شير مع اصحابك ومعارفك.